النهاردة هنعمل مع بعض الجلاش الحلو بطريقة سهلة وبسيطة ومش هتاخد منك وقت خالص. شكله جميل جدا وشكل جديد وبسيط ومفيش أبسط من كده. طريقة سهلة جدا. ولو أول مرة تشوفوني أنا اسمي فاطمة ودي قناتي، ياريت ما تنسيش تحطي لايك واشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نسمي الله ونبدأ الفيديو. واول حاجة هنحضرها هو الشربات لاننا بنحتاجه بارد وتقيل. هجيب حلة صغيرة واحط فيها كوبايتين من السكر مع كوباية ونص من المية وعصرة من الليمونة ورشة من الفانيليا واحطه على النار، على نار عالية لمدة 10 دقايق. بعد كده ههدي النار عليه واسيبه 5 دقايق وارفعه من على النار واركنه على جنب يبرد تماما. بعد كده عندي لفة من الجلاش نص كيلو بفردها كده قدامي بالشكل دوت، وهبدأ ان انا بالمقص اقسمها لنصين واحطهم على بعض بالشكل دوت واحطهم في فوطة نظيفة او قماشة نظيفة عشان ما ينشفش مننا واحطهم على جنب. نيجي بقى للحشوة. في طبق حطيت شوية من جوز الهند ومن السوداني المفروم وشوية من الفستق الكداب وشوية من السكر الناعم، وحطيت كمان 3 معالق من السمنة السايحة وعليهم معلقتين من الشربات التقيل اللي احنا حضرناه. فايدة السمنة والشربات على المكسرات بيدوا طعم حلو قوي للحشوة، غير طبعا ان هو بيعمل تماسك كده للحشوة بسيط علشان برضو بعد التسوية الحشوة كده تكون متماسكة فيه وما تكونش متفرفتة تمام وما تقعش مننا بسهولة. هنقلبه كويس، وطبعا ممكن نستبدل الحشوة ديت بشوية من الكنافة المحمصة. نيجي بقى هنا جبت كوباية من السمنة السايحة، وده الصاج اللي انا هدهن فيه، اللي انا هحط فيه الجلاش عفوا. هدهنه كده دهنة بسيطة من السمنة، ونبدأ ناخد ورقة واحدة بس من ورقات الجلاش اللي هي تعتبر نص ورقة. تمام، هنمسحها بمسحة بسيطة جدا من السمنة. مش ضروري الكمية بتاعة السمنة قد ايه، قد ما مهم عندي ان الورقة كلها تبقى متشربة من السمنة. ونبدأ ان احنا نكشكشها بالشكل دوت كده. فاكرين المروحة اللي كنا بنعملها واحنا صغيرين زمان؟ هي نفس الطريقة. هنلمها كده بالشكل دوت وهنجيب الطرفين على بعض، نجيب الطرف دوت على الطرف دوت كده وهفردهم على بعض بالشكل دوت، وهجيب معلقة من الحشوة واحطهم كده ما بين الطرفين وهبدأ ان انا المها بالشكل دوت كده، وهلم الطرفين واحنا بنلفها وهتبقى معايا بالشكل دوت كده. ما شاء الله طريقة سهلة جدا، طريقة بسيطة مش هتاخد معاكي اي وقت خالص، والشكل بتاعها مميز جدا. وتقدري طبعا الحشوة دي تغيري فيها زي ما انت عايزة. ممكن ان انت تحمري كده شوية من الكنافة، واول ما تاخد اللون الاصفر المظبوط تبدأي تضيفي عليها شوية من المكسرات مع معلقتين كده من الشربات وتقلبيها وتحشيه بيها الجلاش. وتقدري برضو تحشيها مهلبية وتقدري برضو تحشيها كاستر وممكن فاضية زي ما انت عايزة. الحشوة دي بتبقى اختيارية. هبدأ كده ان انا احط الحشوة في النص وانا بلفها هلم كده جوانب الجلاش معايا وادخلها كده جواها زي ما انتوا شايفين، وهلفها بالشكل الجميل دوت كده وبحطها في الصينية وارصها جنب اخواتها. تمام، هنلف برضو واحدة تانية معاكم. هنجيب كده نص ورقة الجلاش ونمسحها كويس جدا بالسمنة، ما نسيبش كده مكان ما يكونش ممسوح من السمنة. تمام، هنكشكشها بالراحة كده بالشكل دوت كده، نفس فكرة المروحة اللي كنا بنعملها واحنا صغيرين من الورق. وهبدأ ان انا اسويها بالشكل دوت كده واضمهم على بعض واجيب الطرفين وافردهم كده على بعض بالشكل دوت واحط فيهم شوية من الحشوة والم كده ورقة الجلاش على الحشوة وهلفها بالشكل دوت كده. طريقتها سهلة جدا وبسيطة ومش هتاخد معاكي لا وقت ولا مجهود. وده كل الجلاش معانا بعد التشكيل. ما شاء الله شكله حلو قوي. بقية السمنة اللي كانت موجودة معانا هنمسح كويس جدا كده بالفرشة وهندهن وش الجلاش كده بالسمنة. اهم حاجة تتأكدي ان الوش كله مدهون بالسمنة عشان ده بيفرق في التسوية. تمام، وهنا كنت خلصت كل السمنة عليها بالشكل دوت. نيجي للتسوية. بدخله فرن متشغل قبلها ب10 دقايق، بحطه على اول رف من تحت، بشغل النار عليه. النار بتكون وسط لا عالية ولا هادية قوي، وبشغل الشواية كده. اول ما ياخد لون ذهبي من تحت ببدأ ان انا اشغل الشواية، وبرضو بحرك كده الصاج علشان اللون بتاعي يكون موحد ومظبوط. شايفين ما شاء الله شكله بعد التسوية؟ ما شاء الله اللون مظبوط جدا واللون موحد ما شاء الله. واول ما بيطلع كده من الفرن هو بيبقى سخن والشربات عندي بارد، بسقيه كويس جدا بالشربات وهو ما اخدش كل كمية الشربات. وهنا حبيت ان انا ازينه كده بشوية من الفستق الكداب، ولو حابة تقدميه كده بدون اي تزيين زي ما انت عايزة هيبقى حلو قوي. شايفين ما شاء الله شكله عامل ازاي؟ زي المروحة بتاعت زمان، شكله حلو جدا.
بيدوب كده في البق دوبان وما بياخدش اي وقت خالص، سهل جدا وطريقة جديدة وشكل جديد. بيدوب في البق دوبان ومقرمش وخفيف جدا والسكر بتاعه مظبوط. ما شاء الله الحشوة بتاعته من جوه متماسكة، وهيبقى حلو قوي في عزومات رمضان وهيشرفك. جربيه وقوليلي رايك في الكومنتات، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.